السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. الحلقة اللي فاتت شرحنا الشكل المتعارف عليه في دفاع نيمزو من الدفاع الهندي، The Nimzo Indian Defense. الحلقة دي هنشرح الأربع لاينات بتوع دفاع نيمزو. بيبدأ الأبيض D4، الأسود نايت F6، C4، E6، نايت C3، بيشوب B4، كوين C2 من الأبيض، والشكل المتعارف عليه في النيمزو ضد D4 و C4. قدامنا دلوقتي تعالوا نشوف أول لاين وهو D5 من الأسود. بيبدأ أو شبيه الجرونفيلد بيبدأ في النقلة الرابعة بالD5. الأبيض قدامه خيارين دلوقتي، تعالوا نشوفوا لو كل هيحصل إيه. C في D5، E في D5، بيشوب F4، C5 من الأسود بيهاجم الD4 مربع الD4، D في C5 أكل هنا، كوين E5 بيضغط على الحصان ده وطالب العسكري. E3 من الأبيض بيفتح للفيل بتاعه، نايت C6، نايت F3، بيشوب F5 على الهوا. بيقول له اللي ما تقدرش تاكلني، لو كلتني هاكل الحصان بتاعك هنا بكش، ولو كلتني تاني هاكل الرخ بتاعتك. لعبة هجومية. بيشوب D3 بيصد الفيل بتاعه هنا. الأسود بياكل وبيبسط الشكل، كوين في D3، الأبيض الآخر بياكل، كوين في C5 بياكل العسكري، بيسترد العسكري بتاعه الأسود دلوقتي. تبييت، الأبيض بيبيت بسرعة عشان يأمن ملكه. بيشوب في C3، الأسود بياكل وبينهي أي نشاط على جناح الوزير. ما بياكلش على طول الأبيض، وبيجيب الرخ بيقول له لو حركت فيلك ده أنا هاكل الوزير بتاعك. نايت E4 قال له خلاص أنا هحميه بزيادة، وما تقدرش تاكل بالطابية، لازم تاكل بالعسكري. فعلا بياكل بالعسكري. بي في C3، كوين C4 بيقول له يلا نكسر بقى، الملك بتاعي في نص الرعا والملك بتاعك بعيد، ولو كسرنا هخش اند جيم مستريح. أكل جاب الرخ هنا. الأسود غير رأيه وراح مبيت راخر. والشكل متعادل جدا. لو الأبيض نزل هنا نايت C5 بتمنع هجومه وبتأمن العسكري ده. تعالوا نشوفوا تاني لاين من أول الشكل ده
ما يبدأ في النقلة الرابعة ممكن نلعب ايه تاني لاين، وهو لاين السي 5. الاسود في النقلة الرابعة بيلعب سي 5، دي في سي 5، الابيض بياكل بيبيت الاسود. اي 3 بيطرد فيل الاسود. بيشوب في سي 5 بيسترد البيدق بتاعه. نايت اف 3، اي 6، بيشوب اف 4، بيشوب بي 7 بيضغط على الوتر بتاع الوسط. لجناح الملك. رخ دي 1 بيمسك الفايل ده الأبيض. نايت سي 6، نايت سي 6 بينتشر بالحصان بتاعه. بي 4 بيهجم على جناح الوزير الأبيض. البي 4 لعبة مهمة جدا. بيشوب اي 7 رجع تاني بيحمي حصانه من الربط لو في ربط هنا، وبيهرب بيه من اللعبة الهجومية دي. اي 3 يفتح الفيل بتاعه الأبيض عشان يبيت. رخ سي 8 من الأسود. بيشوب اي 2. نايت اتش 5 بيقول له هات امتياز الفيلين هنا. بيشوب دي 6. رخ في دي 6. نايت اي 7 تبييت. بيشوب في اف 3. رجع تاني بالحصان بتاعه. نايت اف 6. أبيض عاوز يكسر دلوقتي. قال له لو عاوز تكسر أو لو مش واخد بالك وكلت هنا هاكل وزيرك بالطبيعة. كسروا الحصانين. اي 4، اي 5، بيشوب اي 2، كوين اي 7، رخ اف دي 1 بيمسك العمود ده بزيادة والضغط هنا بزيادة. قال له تعالى نكسر. رخ سي 6. رجع في دي 2، جي 6، وأمور الأسود زي ما حضراتكم شايفين كويسة والشكل متعادل جدا. تعالوا نشوف تالت لاين. وهو في النقلة الرابعة الأسود بيبيت اي 3 بياكل بيشوب في سي 3. لو ملاحظين في معظم اللاينات الفيل لما بيطلع في مربع البي 4 بياكل الحصان على السي 3. كوين في سي 3 بفكرة في هجوم هنا في أي لحظة ممكن يتم الحصان ده. بي 6، بيشوب جي 5 بيربط الحصان عشان ما ينطش النطة المهمة دي. بيشوب بي 3 بينتشر بالفيل بتاعه على الوتر. اي 3 بيفتح لفيله وبيدعم العسكري دي 6. نايت اي 2. نايت بي دي 7. كوين دي 3.
بيشوب E6 نايت C3 D5 كوين C2 H6 بيقول له الفيل بتاعك هنا بيعمل ايه. رجع بيه بيشوب H4 C5 بيضرب جناح الوزير والوسط. سيف D5 أكل. بيشوب في F1 قال له أنت مش هتبيت لنهاية الدور. الأسود حقق تفوق بسيط على الأبيض في الشكل ده. سيف D4 إيف D4 إيف D5 G4. بيقول له مادام أنا كده كده مش مبيت فأنا ههاجم على جناح الملك بتاعك بالبيادق وبالقطع بتاعتي. ربط له الحصان. رخ C8 كينج G2 طلع هنا وعاوز يأمن الملك بتاعه ويفتح له الرخ بتاعته. رخ C4 كوين D3 كوين C7. طبعا سؤال في بالك بيقول دي مش افتتاح، احنا وصلنا اهو للميدل جيم والاند جيم. احب اقول لك ان اللاينات دلوقتي في الشطرنج الحديث لازم تذاكر اللاين كويس من اوله لاخره، وممكن اقول لك ان لازم تحفظه كمان. H3 B5 نايت في B5 كوين B6. يقول له ما دام كلت البيدق بتاعي يا تجيب حصانك يا تجيب البيدق ده. B3 قال له امشي بالطابية بتاعتك بقى دلوقتي قبل ما تاكل الحصان. عاوز تاكل الحصان هاكل الطابية. رخ C8 رجعت لورا والتهديد لسه موجود. B4 غطى بالطابية بتاعته وعمل حاجز بلوك بين الوزير وبين الحصان بتاعه. الحماية راحت. رجع بالحصان بتاعه فعلا. الأسود كل على مربع كل بيدق في الD4 رخ في D4. قال له تعالى بقى ايه نكسر هنا عشان الوضع بقى ايه خطر. قال له عاوز تاكل كل انت. نط وانتشر بالحصان بتاعه. نايت E4 كوين في D6 كسر الوزير في وزير حصان في وزير. نايت في E4 كسر الابيض قاعد عمال بيكسر عشان يبسط الشكل بتاعه. رخ في E4 رجع بالفيل بتاعه. بيشوب G3 رخ D8 بيحمي العسكري بتاعه وعاوز يقدمه. جاب له الرخ في وش العسكري عشان في أي وضع يجوز عليه ويطلبه. رخ C4 الرخ التانية هتلعب. رخ D3 F6 رخ A2 G5 رخ A D2. جوز فعلا على البيدق ده. عاوز يزق العساكر على الايه على عمود الايه ويطرد الحصان ده بعد كده وياكل العسكري. الاسود طلع بالملك بتاعه بينتشر بيه. F3 رجع بالرخ. C8 E4 فعلا بيزق بيدق عاوز يطرد الحصان ده اللعبة الجاية. A6 طب هو ما زقش أو مشي بالحصان عشان
العسكري مطلوب، يقول له امشي بقى. E5 نايت C4 بفكرة، بيقول له لو كلت دلوقتي أنا هاكل الرخ بتاعتك دي بالحصان لو كلت البيدق ده. فمشي بالرخ بتاعته. D4 زق العسكري لقدام. في D4 بيشوب F2 بيطلب العسكري بالفيل وبالطابية، وعاوز ينزل هنا ويجيب الرخ في D1 عشان يطلب العسكري بزيادة. نايت E5 حصان بيقول له سيب لي الخانة دي، ممكن يزق كمان. أكل بيشوف في D4 حصان نط. نايت D3 طالب العسكري. كش الأول نزل. نايت في B4 كل العسكري. كل العسكري هو كمان. بيشوف في F6 بيقول له لو كلتني بالملك هاكل الحصان بتاعك. اسود رجع بالحصان، قال له انا عاوز بيدق ده. رجع بالفيل بتاعه كل وكسب بيدق زيادة. لا مش زيادة، ده بيدق سالك على الطرف. والموقف متعادل برضه، في أفكار كتير. ده كان في لاين التبييض، لاين واسمه لاين زوريتش تقريبا. في اللاين ده الأسود في النقلة الرابعة بيطلع نايت C6 بالحصان بتاعه هنا. الأبيض بيطلع بالحصان D6 بيشوب D2 بيفك الرابطة. الأبيض تبيت من الأسود A3 بيمشي فيله بيطرده بياكل. بيشوب في C3 رخ E8 E3 E5 D في E5 نايت في E5 نايت في E5 D في E5. فكرة الأبيض إن في عسكري ضعيف هنا ممكن يضغط عليه. بيشوب E2 عاوز يبيت الأبيض. B6 بينتشر الأسود في جناح الوزير وعاوز يمسك الوتر ده بالفيل هنا. تبيت من الأبيض يطلع فعلا. بيشوب B7 بيمسك الوتر ده. رخ F D1 بيقول له هات وزيرك. بيمشي بالوزير بتاعه بيكمل هجومه على جناح الوزير. فكرة الأبيض إن هو بيهجم على جناح الوزير وبيضغط وبياخد مساحة. C5 من الأسود بيقول له لأ كفاية كده. بيشوب D3 رخ A D8 والشكل شكل متعادل وشكل فيه أفكار لكل طرف من الأبيض أو الأسود.
وبكده بنكون خلصنا ال4 لاينات بتوع دفاع نيمزو أو